ولذكر الله أكبر. ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له. إذن لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الشاكر، إن ذكرته ذكرك، بل ورفعنا لك ذكرك. ما من إنسان على وجه الأرض رفع الله ذكره كرسول الله. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر استقامته وإخلاصه. يرفع الله عز وجل للمؤمن ذكره، يعلي قدره، يلقي محبة الخلق فيه، يلقي في قلوب الخلق محبته. ورفعنا لك ذكرك. فلذلك لمجرد أن تقترب من الله خطوة تجد أن الله سبحانه وتعالى لأنه الشاكر يقترب منك. لذلك في الأحاديث الصحيحة: من ذكرني في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تغفل نفسك وتغفل بطولاتك وتتحدث عن ربك. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. في مستوى أرقى تذكر بخير، لك سمعة طيبة، لك ذكر عطر. هذا من فضل الله عز وجل عليك ومن تحقيق اسم الشاكر.